السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية أتكلم النهاردة في قضية الولد اللي حصل له في المدرسة. يعني مش عارفة، طب هنقول نوادي، مش هنبعت ولادنا النوادي، هنقول مش هنبعتهم دروس، لكن المدرسة كمان يعني هنعمل فيها ايه لما ده يحصل لطفل جوه مدرسة؟ والأغرب من كده ان يعني أهله في البيت حبايبي دافعين، يعني مامته دافعة ومكلفة مصاريف كده عشان تنقي بيئة لابنها كويسة يقعد فيها، وده يحصل له. انا بجد نفسي ربنا ربنا يجيب له حقه وكلهم يتعدموا، مش شخص واحد، مش اللي عمل كده بس، كل اللي ساهم في ده زيه زي القذر اللي عمل كده. وبعدين الناني دي اصلا يعني هو ماسك عليها ايه؟ معلش يعني ايه اللي ممسوك عليكي؟ يعني دي لوحدها بالنسبه لي لغز. الناني دي ايه اللي يخليكي تعملي ده بمنتهى الرضا كده وانت يعني معدومه الضمير ومعدومه الاحساس ومعدومه القلب؟ ده احنا يعني من قبل ما نبقى امهات لما كنا بنمشي في الشارع ونلاقي عيل صغير، عيل طفل يعيط او في حاجه، كنا بنقف نشوفه ماله، قلبنا بيوجعنا عليه لانه طفل. ازاي انتي قلبك يطوعك في ده؟ ما عندكيش ولاد، ما عندكيش اخوات، ما عندكيش ولاد اخوات، لا ضمير ولا قلب ولا اي حاجه. طب التانيين كانوا كانوا من بره لبره مش شايفين حاجه، لكن انتي فين؟ انتي فين ضميرك وفين اخلاقك؟ فين انتي؟ ربنا بجد يعني ربنا ينتقم منهم اشد انتقام في الدنيا والاخره. والله يا رب ينتقم منهم في الدنيا والاخره. ان شاء الله حقه يجي، وان شاء الله ربنا يعافي الولد بقى، يعافي الولد من اللي حصل له، تمام؟ لان ده يعني هيتعافى على مدار فتره كبيره من اللي حصل له، تمام؟ ويعافي اهله، يعافي اهله بجد، ويعني ويصبرهم ويرزقهم الصبر كده مع الولد. الموضوع صعب، الموضوع صعب. مش عارفه اقول ايه، يعني مش عارفه نقول ايه بجد، عشان ناس كبيره، حد 80 سنه، مش عارفه. ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم، وحسبنا ونعم الوكيل فيهم. وانتي بطله والله يا ام ياسين، انتي بطله، انتي بطله ان انتي وقفتي مع ابنك وما تسيبيش حقه. وان شاء الله عشان انتي واقفه مع ابنك ربنا هيرد له حقه ان شاء الله، هيرد الظلم اللي ابنك اتظلمه، وربنا معاكي وربنا يجيب له حقه. احنا كلنا كأمهات والله قلبنا معاكي، ربنا ينصرك يا رب انتي وابنك.